يا مساء الفل. الزمالك بيتعادل 0-0 مع مودرن سبورت عشان نفقد تقريبا فرصتنا في الصعود للأدوار التانية في كأس الرابطة. في الحقيقة احنا عارفين كلنا ان احنا مش فارق معانا الماتش ومش فارق معانا البطولة، لكن اللي فارق معانا حقيقي هو شكل الفريق وتقديم الناشئين بشكل يكون يعني أحسن من كده وألطف من كده. آه، طبعا ان انت تبرر لنفسك فشلك او ان انت تبرر لنفسك ان انت مش قادر تلعب ماتش او اي حاجة غلط في حياتك عموما، كده خلاص مفيش امل منك. انا عن نفسي في شغلي احب اكون راجل عارف خطواتي اللي جاية ايه، عارف آه، آه، ليا تفكيري، عارف كنت فين وبقيت فين وهبقى فين، وجدول الدوري وجدول المسابقة والجدول بتاع كاس الرابطة نأجل بقاله شهرين. فاحنا مش لسه هنتعرف على بعض دلوقتي ونقول هو الماتش لسه هيتلعب. لا، احنا عارفين ان الماتش ده هيتلعب من شهرين فاتوا. فايه اللي كان يمنع ان الفريق وهو في افريقيا او حتى من قبل افريقيا كان ال11 لعيب من الناشئين اللي كانوا موجودين معانا دول كانوا خدوا ماتش ودي مع بعض، لعبوا مع بعض، اتعرفوا على بعض، فهموا بعض، عرفوا بعض. يا راجل تحسسني حتى ان انت مهتم بيهم قبل ما تبقى مهتم بيا انا كمشاهد. بس في النهاية انت مدي لنفسك الحق ان انت خلاص، انا البطولة مش عايزها، انا عندي ماتش افريقيا قبل، عندي ماتش بافريقيا بعد، خلاص. فانا الماتش ده بالنسبة لي مش مهم، انا البطولة عندي مش مهمة. بس معلش، ده يبين لي قد ايه انت مش مهتم اصلا بالفريق، لان انت ده نفس نمط التفكير ونفس طريقة اللعب اللي انا بشوفها مع الفريق الاول. ايه الجديد؟ ايه الجديد اللي انت قدمته لي؟ مفيش. لو انا فريق معلش يعني في اوروبا او في اي حتة تانية في سكادول نازل انا بشتغل عليه، بدي المساعدين بتوعي حتى فريق الناشئين. يا راجل البطولة دي احنا مش عايزين بسيرو خالص هو اللي يمسكها. بص انا واصل معاك فين، بس على الاقل يكون في سيستم، على الاقل ابقى انا عارف انا رايح فين وجاي منين، ما بقاش بالمنظر اللي انا نزلت بيه الماتش ده. يعني هو ابتدى بصبحي في حراسة المرمى، الزناري أحمد حسام، بنتايج أحمد محمود، جهاد إيشو على اليمين، ناصر ماهر وسيف جعفر ومحمد حمدي وناصر منسي. 4-1 4-1. طبعا انسف حمامك القديم، رجعنا تاني بقالنا اهو كم ماتش بنلعب 5-4-1، وميدو طالع يقول لك احنا هنخلي الناشئين يلعبوا بنفس الطريقة علشان يبقى السكند تيم بتاعنا بيلعب بنفس الطريقة. ميدو انت بتحلم يا بابا، سكند تيم ايه وفيرست تيم ايه وهبل ايه؟ ما تتفرج على اللي بيحصل. هو ده منظر؟ انا ما عنديش مشكله في اسامي اللعيبه وما عنديش مشكله انك تجرب، والبطوله كلها على بعضها مش فارقه، والموسم كله يا سيدي مش فارق. بس على الاقل يبقى عندي نظام، سيستم، افكار اشوفها حتى في الملعب وتفشل يا عم. يعني ما يبقاش بالمنظر ده. احنا كان عندنا واحد مجنون اسمه اوسوريو زمان، كان عندنا افكار، كان في فكره نازله في الملعب موجوده، كان تلات ارباع البشر مش فاهمينها، ماشي ما عنديش مشكلة، بس في افكار الناس اللي بتتفرج على كورة بره مصر شايفين، فاهمين. اه ده في ان بتوين لاينز وبيحرك المسلوس، يعني كان في حركة في الموضوع، وافتكس لك وحط لك فتوح في قلب الملعب وعمل لك شكل للفرقة وافكار. انما بالمنظر اللي احنا فيه ده يلا نزل شوية لعيبة تلعب، لا احنا مش هينفع كده. بسيرو انا ما عنديش مشكلة، هو عنده افكار حلوة قوي دفاعية، حلوة قوي، ما عنديش مشكلة. انما في الهجوم انا ما شفتلوش ولا فريق اول ولا فريق تاني افكار خالص. الفكرة الوحيدة اللي شفتها كان بنتايج يتقدم محمد محمود يضم لجوه، سيف جعفر وماهر يضموا لقدام علشان بنتايج الكرة تتلعب له قدام فيلعبها عرضية لأي حد جوه.
دي اتكررت مرتين في اول 10 دقايق، وفي الدقيقة 14 باين جه بنتاجي جررها تالت. جهاد قال لك لا كفايه كده، انا ايه مش هلعب لك الكرة زي ما احنا متعودين، انا هوديها الناحية التانية. اللقطة موجودة. بس انا بصراحة يعني مش هوجع قلبي في لقطات وفي ماتشات وفي رايح جاي على كلام فاضي، لان مفيش افكار. هو أنا لو في افكار، انا في الماتشات اللي فاتت جبت وطلعت وعملت كل حاجة. انما في ماتش زي ده، هو حتى ما يستاهلش ان انا اطلع له حاجة، لان مفيش حاجة اصلا. حتى حرق اللعيبة بتاعت الناشئين لما نزلوا، العيال شكلها كويس، انا ما عنديش مشكلة. انما هم في النهاية مش هينتجوا حاجة. الواد سيدن داي باين انه سريع، واضح ان هو الواد جراي وعنده كورة. طب ما تدوله يا جماعة، احنا ليه الواد ده كده؟ ممكن تكون كرة في رجله قليلة ما عنديش مشكلة، بس ما تدوله، طيب ادوله فرصة. ليه لا؟ هو ليه ما لعبش بخمسة أربعة واحد؟ هل مثلا عشان احنا ما عندناش غير الزناري واحمد حسام؟ طب ما كوستا بره ما تلعبه تالت ورا وتكمل بخمسة أربعة واحد زي ما انت كنت بتلعب. ليه لعب لي بأربعة واحد أربعة واحد؟ ايه لازمتها؟ وفجأة محمد السيد نزل وبقى كويس وشطور. كلام بصراحة ايه. انا الكلام اللي فيه لعبكة وما فيهوش تخطيط ويلا وعلى بابا الله زي ما تيجي تيجي، ده يا جماعة في الكورة مش بيأكل عيش، ده بيخسر قدام. ماتش ومش فارق معانا، انا بقول لك البطولة كلها مش فارقة معايا. بس يا جماعة انا ما ينفعش ان انا ابني حياتي كلها على الكلام ده. انا داخل على ماتشات بعد كده كارثية. مين قال لك انك مش هتحتاج الزناري واحمد حسام في 5-4-1 اللي انت بتلعب بيه؟ انت بتلعبهم 4 ورا. مين قال لك ان احمد محمود مش هتحتاجه باك وينج باك؟ ما هو ده البديل الوحيد بتاع عمر جابر. محمد حمدي نفس الكلام. طب ما هو انت بتعمل ايه؟ ما هو اللعيبه اللي انت بتتكلم فيها دي، الناس اللي نزلت دي، ده مش صف تاني. ده الصف التاني اوكي، بس دول يعني احتمال كبير قوي ناس منهم يبقى صف اول. احتمال كبير وقريب، لان الاصابات كتير. عندي علامة استفهام في على ناصر ماهر بصراحة. هو يعني مش فاهم ماله. يعني هو ما بيلعبش كورة، ما بيلعبش كورة خالص خالص. احمد مجدي مثلا ولا احمد حمدي مأثر على نفسيته عشان مش موجود؟ معرفش. الواد في حاجة غلط، يعني في حاجة غلط. هو وسيف، العيال لازم تشتغل بدني كويس يا جماعة. انا ليا شهرين بهاتي في الحوار ده. لازم يبقى في بدني في الموضوع. فماتش واتقفل، صفحة واتقفلت. فأتمنى اللي جاي يكون أحسن، لأن بصراحة اللي احنا فيه ده يعني ما فيهوش، ما فيش أمل بقى في اللي احنا عايشين فيه ده.